بص يا سيدي، السؤال اللي دايما اي حد بيدخل مجال العقارات: امتى ابيع؟ هل ابيع لما السعر يعلى، ولا استنى اكتر، ولا ابيع علشان انا محتاج سيولة؟ في الحقيقة قرار البيع في العقارات مش قرار عاطفي، ده قرار لازم دراسة ليه. اول حالة تبيع فيها لما انت توصل للهدف اللي انت اشتريت من اساس عشان. يعني انت لو اشتريت وحدة تحت الانشاء بهدف انها لما تتبني تعرف تبيع بسعر عالي، ولقيت السعر زاد بنسبة كويسة، بنسبة تتراوح من 30% ل 40% من إجمالي سعر الوحدة، وكان ده التارجت بتاعك من الأول، يبقى ساعتها تبيع. وده البيع المنطقي. الغلط انك انت تطمع وتقول لا هستنى، ده السعر لسه هيزيد تاني، وفجأة السوق يحصل فيه حالة ركود او الاسعار تهدى او تكون ثابتة، وانت ساعتها مش هتعرف تبيع. تاني حالة تبيع فيها لما يكون السوق في اعلى قمته. السوق العقارات زي اي سوق في الدنيا، يعني بيكون له دورات بيبقى فيه في اعلى قصوى ليه، اعلى سعر ليه، ويكون فيه الاسعار بتتزايد باستمرار، وفي اسعار بتكون فيها ثابته وبيكون فيه ركود. وانت لما تكون في الوقت اللي هو اعلى حاجه تقدر ساعتها تبيع، لانه انت ساعتها دي اعلى نقطه هتقدر تحقق منها ايه؟ ربحيه. وتالت حاله، واللي لاحظت انه الناس بتشتري بدافع الخوف من التضخم، ساعتها اعرف ان انت وصلت للقمه، وساعتها تقدر تبيع وانت كسبان. رابع حاله انت تقدر تبيع فيها لو انت عندك فرصه استثماريه احسن، بمعنى انت لو عندك شقه سكنيه معدل العائد بتاعها 5% او 6%، وقدامك مشروع تاني تجاري او اداري نسبه العائد بتاعه بتتراوح مثلا من 10 ل 15%، ساعتها تقدر تبيع وتشتري في الفرصة الاستثمارية دي. في الحالة دي بنقول عليها إعادة توزيع الاستثمار، ودي مش مجرد بيع وخلاص، ده بيع بهدف. خامس حالة لما يكون العقار نفسه أو الوحدة عبء عليك، بمعنى إيه؟ الطبيعي انه العقار اساسا ماشي في اتجاه بيخدمك بمعنى ايه؟ بيولد لك عائد ايجاري او بيزيد في قيمته. بس ان انت توصل لمرحلة انه العقار ده بيبقى عبء عليك، انه عليه تكلفة صيانة عالية وانت مطالب تدفعها شهريا او سنويا، ان انت معدل الايجار في المنطقة دي نفسها بيقل، الطلب على المكان نفسه ده خلاص بقى معدوم، مش هيبقى فيه تطورات للبنية التحتية او الكثافة السكانية نفسها. ساعتها اعرف انه انت لازم تبيع، لانه دي معناها نقطة موت السوق. خليني اقول لك امتى ما تبيعش. قرار البيع هيكون اكبر غلط ليك. كتير من الناس لما يسمعوا اشاعة انه سوق العقارات خلاص هيحصل فيه هيقع، هيبقى فيه فقاعة عقارية، ساعتها يجروا ايه؟ يبيعوا. وده اكبر غلط. العقارات اساسا دي سلعة طويلة المدى، استثمار طويل المدى، ساعتها انت ما تبيعش. البيع ساعتها هيكون بخسارة. تاني حالة انت ما تبيعش فيها لو انت هتبيع عقار وانت ما عندكش خطة مكملة ليه. بمعنى ايه؟ انا هبيع العقار ده ب10 مليون وانا مش مخطط ال10 مليون دول هبيع بعد ما ابيع هعمل فيهم ايه؟ لا ساعتها ما تبيعش، لانه البيع ساعتها انت هيدخلك في حتة ايه؟ انه انت الفلوس بتاعتك هيحصل لها تضخم بمعنى ايه؟ انا بعت شقة ب3 مليون، تمام، وركنتها مثلا، والفلوس دي ما عرفتش استخدمها، هاجي اشتري الشقة دي نفسها بعد فترة هتلاقيها زادت، وال3 مليون ايه؟ حصل لهم تآكل مع التضخم. مثال تاني، لو انت مثلا اشتريت شقة ب1,000,000 جنيه، وجيت بعد سنة لقيت سعر الشقة دي 1,500,000، كده انت معناها كسبان نص مليون. هل في الحالة دي ابيع؟ ولا اسال نفسي 3 4 اسئله؟ يعني مثلا السؤال الاول: هل المنطقه دي في تزايد على الطلب؟ هل المنطقه دي داخله تطورات من ناحيه البنيه التحتيه من اتجاه الدوله؟ ولا لو الاسئله فيها زياده وفي السوق بيزيد والدوله متوجهه عليها وخدمات بتكتر والناس بتطلب المكان ده كويس، معناها انه السعر لسه هيزيد. ساعتها انت تقدر تقعد سنه واتنين، وانت كل ما هتقعد السعر بتاعك هيزيد وهتكسب اكتر، ساعتها ما تبيعش. هتبيع معناها ان انت بتخسر فرص بديلة للربحية بتاعتك. ولو الإجابة لأ وأنت متأكد إنها لأ، أنا بقول لك بيع. ساعتها السوق أو المنطقة دي وصلت لحالة التشبع، ساعتها بيع وأنت مطمن، لأن أنت لو استنيت
هتبقى في ركود وهتخسر. حط في بالك حاجة تانية، العقار ده مش سلعة نفسها تقدر تبيعها بسرعة. بمعنى ايه؟ العقار الوحيد من البيعات اللي بنقول عليها الطويلة، اللي بتاخد فترة عشان تعرف تبيعها، مش بتتباع في يوم وليلة. يعني ممكن توصل معاك من 3 اشهر او 6 اشهر، تمام، عشان تعرف تبيعها صح، مش تبيعها انت ومستعجل او انت ومزنوق فتقدر تنزل من ايه، من سعرها، او المشتري بيتفاوض عليك على زنقتك. فلا، انت اعرف ان الفترة دي بتاخد فترة كبيرة عشان تبيع بيع صح. لو انت استعجلت في البيع اعرف ان انت هتبيع بيع اضطراري، وساعتها هتخسر جزء من رأس المال بتاعك والربحية. في الاخر قرار البيع لازم يكون مبني على 3 حاجات: هدفك، ووضع السوق، والبديل. واسأل نفسك، انا اشتريت ليه؟ انا وصلت للتارجت بتاعي ولا لا؟ في فرصة احسن ولا لا؟ لو الاجابة واضحة على الاسئلة دي يبقى القرار سهل. العقار مش سباق سرعة، ده سباق لنفس طويل، واللي بيكسب مش اللي بيبيع أسرع، اللي بيبيع في الوقت الصح.